السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين شفيع الأمة الإسلامية يوم الدين، الرحمة المهداة للعالمين، الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى. هنا المملكة المغربية الشريفة، هنا أرض الشرفاء، هنا أرض الكرم والعطاء، هنا أرض الجود بلا مقابل وبدون حدود. بما أن قناتي هي قناة تفاعل بيني وبينكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات، فارتأيت اليوم أنني نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي طرحات عبر الخاص في الانستغرام على القصة ديال الفلسطيني وكيفاش وصل المغرب. أنا قمت بواحد الاختصار شديد، قد أغفل بعض النقط، قد لا أذكرها، ولكن نتمنى أن هذه المسألة اللي قمت بها أو هذا الملخص البسيط على حياة هاد فادي الفلسطيني منذ أن وطئت قدماه المغرب تكون كتلبي الرغبة وكتشفي الغليل وكتجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي تطرح عند مجموعة من الإخوان وبالضبط الأخوات الكريمات. سنة 2008 على الساعة 3:30 ديال الليل، وبمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، أحط فادي الفلسطيني الموظف السابق بالسلطة الفلسطينية رجليه على أرض المغرب، اللي وصلها كنقطة عبور، واللي اختار العلاج فيها بعد تلقيه ربما لشظية من الشظايا اللي كانت ناتجة عن صاروخ إسرائيلي أطلق بالمنطقة اللي كان فيها هو، وتصاب واحد العدد كبير من العائلة ديالو، وتم كذلك رصد الوفاة ديال الأخ ديالو. إذن مدينة الدار البيضاء والمغرب كانت نقطة عبور، فهو كان غادي يمشي لفرنسا لأنه كان متزوج هناك وبغى يلتحق بالزوجة ديالو. اتخذ المغرب محطة باش أنه يكمل السفر، وقبل ذلك قال وصرح، وهذا كله كاين على قناة الحدث 24، أن التأشيرة الأولى كانت عنده في وجهة الصين، لكن أنفلونزا الخنازير كانت السبب في عدم السفر إلى هناك، لأن تشديد الإجراءات والمطارات مغلقة إلى غير ذلك. استقر فادي الفلسطيني بواحد الفندق سميتو أطلس، كمل الليلة ديالته، وفي الصباح دار واحد الدويرة في المنطقة المحيطة بالفندق، فاكتشف أنه فعلا، وهذا اعتراف منه، أن هذا هو المغرب الذي يروج له على قناة الجزيرة، حيث هذاك الفندق كان في واحد المنطقة خالية، فقال إذن المغرب صحراء جرداء خالية. الفلسطيني بغى يقضي بعضا من أغراضه، وسول البنت اللي كانت مشرفة على الاستقبال، فقالت ليه اهبط لكازا الا بغيتي تقضي هاد الاغراض. هنا تساءل وقال لها واش هادي ماشي كازا؟ قالت له لا. على اي انتقل، مشى لمدينه الدار البيضاء، قضى الاغراض ديالو، وصدق جالس اكثر من شهر، حيث هو المده اللي كان بغى يجلسها في المغرب اقل من شهر، ولكن صدق جالس واحد المده ديال اكثر من شهر. وصافي تيقول لك انا مني جلست، انطلاقا من المعامله ديال الناس، انطلاقا من المعامله ديال الامن، حب هاد البلاد حسب التعبير ديالو، حب المغرب وقرر يستقر بالمملكه المغربيه. واكثر من ذلك انفصل على الزوجه الفرنسيه لانها كانت تلح على ان يلتحق بها، ولكن هو كان خصو يجيب الوليدات ديالو من غزه، غزه اللي خلى فيها زوجه واطفالها الصغار تحت القصف الصهيوني الغاشم. الفلسطيني كيعترف أنه ملي وصل المغرب تم طبع الجواز ديال السفر ديالو من طرف السلطات المغربية بكل سهولة وفي وقت وجيز جدا، فقط لأنه فلسطيني، عكس الدول العربية الأخرى اللي كيحتاجوا جواز السفر ديالو، وكذلك هو تيبقى تحت أو في ضيافة الأمن ديال هذيك الدول. بكثرة الترحاب والحفاوة والمحبة اللي تعامل معها الشعب المغربي مع فادي الجاحد، قرر أنه يجيب وليداته كذلك من غزة باش يستقروا معاه هنا في المغرب. استقر هو في الأول قبل المجيء ديال الابن الأكبر ديالو فدا في مدينة الدار البيضاء لمدة 4 أشهر،
بعد ذلك انتقل الرباط، وصل وعاش بهما حوالي 2 سنين، ثم مشى لمدينة فاس، قضى بها 1 عام كذلك. وهنا سيلتقي بمغربية، ابنة فاس العريقة للأسف، فاس حضارة المغرب، وتزوجها، ثم انتقل لمدينة مراكش ليعيش بها 2 سنين كذلك مع الزوجة ديالو المغربية والابن المغربي ديالو اللي الاسم ديالو ناصر. هاد الفلسطيني ضل بعيد على الأبناء ديالو لمدة 13 سنة، كانوا هما في غزة. كان في كل مرة تيخرج كيستعطف وكيناشد المغاربة الكرام باش أنهم يسمحوا ويسهلوا التحاق الأبناء ديالو. في بعض الأحيان كان كيخرج بواحد الأسلوب مستفز جدا، طلب استعطاف بشكل مستفز. وفعلا استجابت السلطات المغربية بعد حملة التعاطف الكبيرة اللي قاموا بها المغاربة والهاشتاجات اللي نشروهم المغاربة، وتم إحضار ديانا وحمدان. بعد لم الشمل ديالو مع الأبناء ديالو، قرر أنه كان قرر أنه يبدأ في الاستثمار، ولو أنه كانت عنده تجربة في الاستثمار بمدينة فاس ولكن فشل فيها. هنا غادي يولي من جديد يدير الاستثمار، ويكون هو والعائلة ديالو في سير هذا المطعم. الأبناء ديالو التحقوا بالمدارس والجامعات المغربية دون شرط ولا قيد. بعد الاستقواء ديال هاد فادي الفلسطيني الجاحد، حس براسو أنه صافي راه قطع الواد ونشفو رجليه كيف ما تنقولوا، راه بلغ واحد المرتبة وأصبح قادر على أنه يتدخل في أمور المملكة المغربية الشريفة، أقصد الأمور السياسية. كان كل مرة تيخرج بزلة تابعة زلة وبغلط تابع غلط. كان كيغلط في حق المغاربة وفي حق الملك ديال المغاربة برسائل غير مباشرة تكلم على التطبيع، وهو لا شأن له ولا دخل له فيه، لكن حب المغاربة ودعمهم كل ما هو فلسطيني والتسامح معاه لأنه فلسطيني خلاه يزيد ويطغى ويتجبر إلى حين سقوطه في المحظور. من نسقط في المحظور فخرج للعلن، وخرجت القضية ديالو للعلن وأثيرت الضجة حوله. إذا هذا هو الفلسطيني الجاحد اللي كسر الصورة النمطية الجميلة اللي كانت مرسومة عند المغاربة على أهل غزة وشوهها. هو فعلا قام بتشويهها. هذه الأمور كلها هي موجودة على الحدث 24. أنا قمت فقط بإعادة تلخيص شوية لخصت لكم. فشكرا لك أيها الفلسطيني الجاحد، لأنك قابلت الإحسان بالأذية والحب بالكره والحقد والوفاء بالخيانة. وقام المغاربة معك، لا تنسى، ووقفوا وقفة رجل واحد، تذكر ذلك جيد. لم يتركوك إلا والتاج على رأسك، وتاجك هم أبناؤك. هكذا هو رد الجميل يا أيها الفلسطيني الجاحد. أنا لا أحب التعميم إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، على جميع الفلسطينيين أو على جميع المشارقة، فهناك علية القوم في الأخلاق والسمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا المملكة المغربية الشريفة.